معكم العضوة شيماء بن سالم، عضو في النادي العلمي الكويتي من عام 1998. شاركت في عدة دورات ومعارض ومؤتمرات وملتقيات، اكتسبت عدة خبرات، تبادل ثقافي بيني وبين الدول الأخرى. عندي هواية البحث العلمي ونميتها من خلال ورش العمل في النادي العلمي الكويتي. اللي عنده ابتكار أو فكرة علمية حاب إنه هو ينميها، أنصح إنه هو ينتسب للنادي العلمي وينمي هذه الموهبة. شاركت في بحوث علمية في مسابقة أنتي للعلوم وهي تخصص في البحث العلمي، كان في مصر في 2010. 2012 كانت في جامعة الشارجة. البحث يتكلم عن تأثير النظام الغذائي على سلوكيات الأطفال، شلون أن أنا أقدر أحافظ على سلوك الأطفال من خلال نظام غذائي معين. قمت بعدة تجارب على مجموعة من الأطفال، اتبعت نظام الفاست فود مع مجموعة من الأطفال، شفت تأثير السلوك عليهم كان سلوك سلبي. وبعد فترة 6 أشهر تقريبا اتبعت نظام غذائي معين، كان نظام صحي. كانت النتيجة أن فعلا أن النظام الغذائي له تأثير كامل على سلوكيات الأطفال. السلام عليكم، معكم أسماء سعد متدربة في النادي العلمي. اليوم راح نتحكى عن تجربة هي تجربة التحول الكيميائي. راح يتحول الجسم من حالة إلى أخرى. في الحالة الثانية راح يكون حجم الجسم أخف من الهواء فراح يطير. بالنسبة للتجربة، أول شيء خذينا كيس الشاي، قصيناه وفرغناه من الشاي وحطيناه بشكل طولي على الطاولة. وراح يساعدوني بالتجربة محمد وعبد الرحمن. الحين راح نبدي التجربة، محمد راح يساعدني فيها. يلا محمد. طبعا استخدام الكبريت هو لغرض التجربة، وطبعا دائما هم يكونون تحت إشرافنا.